من المعروف أن الامتحانات في المدارس توضع لقياس مدى استيعاب الطلاب لمحتوى المادة الدراسية التي أعطيت لهم خلال العام الدراسي. لكن ورقة امتحان لمادة التاريخ والجغرافيا في الجزائر أثارت حالة غضب واسعة، وكذلك أثارت رفضا لما جاء فيها لأنها اعتبرت إساءة لقبائل عربية على وجه الخصوص. هذا الحدث وقع في مدرسة متوسطة المجاهد المرحوم العلامة مولود قاسم في دائرة بريان التابعة لولاية غرداية. السؤال الأول في ورقة امتحان التاريخ والجغرافيا كان من دراسة حول سقوط الدولة الموحدية، تضمنت كلمات اعتبرت مستهجنة تتهم العرب بالهمجية. الجملة التي اعتبرت مسيئة هي: هجرة عرب بنو هلال للمغرب الأقصى وتأثيرهم على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بامتهانهم اللصوصية وتخريب الزرع. هذه الجملة اعتبرت إساءة لتلك القبيلة العربية كونها تصفهم باللصوص، وأيضا اعتبرت مثيرة للنعرات العرقية وخطاب الكراهية في البلاد. أيضا جرى تغيير اسم الولاية في وثيقة الامتحان من الاسم الرسمي غرداية إلى الاسم الأمازيغي القديم تغريدايت. اسم الدائرة التي تتبع لها المدرسة بريان، هذا الاسم وضع بدلا عن الاسم الأمازيغي اتبرقان. طبعا بعد أن انتشرت ورقة الامتحان هذه أثارت الغضب والرفض، رفض الأمر الذي دعا السلطات لاتخاذ إجراءات بحق الأستاذ الذي وضع الأسئلة وكل من أشرف عليها. وأصدرت مديرية التربية والتعليم في ولاية غرداية بيانا جاء فيه، هذا هو ما جاء في بيان مديرية التربية لولاية غرداية نتيجة لما صدر من أستاذ التاريخ والجغرافيا بمتوسطة العلامة مولود قاسم، فقد تم التوقيف التحفظي لأستاذ المادة وإحالة القضية إلى العدالة، إحالة بقية المسؤولين عن ذلك إلى مجلس تأديبي. المتابعون لهذه الواقعة على مواقع التواصل استهجنوا ما فعله أستاذ المادة واعتبروه تزييفا للتاريخ وإساءة للعرب فضلا عن تحريك الفتنة، كما انعكس ذلك في التغريدات. حسين بوبيدي: هكذا تعالج المسائل بتحديد المسؤوليات بدقة ومنع تحويل الخطيئة الفردية إلى فتنة عارمة وعدم تجاوزها وتركها تحفر الأخاديد في الضمير الجمعي. أما هنا مهدي بودابية: ليس بالفعل الفردي وإنما المخطط له، لو كان فرديا لما مر على هيئة المدرسة من المشرفين عليها. أما هنا سامي أحمد: إن صحت الوثيقة فنحن مقدمون على فتنة عظيمة، بدلا من تسميته غرداية ببريان أصبحت تغريدات واتبرقان. أما هنا تدويلة صاحب الحساب المسمى ميدا أبو سعد: الأستاذ كتب مقالا تاريخيا منقولا عن كتاب، وهل سيتم محاسبة التاريخ أيضا؟ لا لذر الرماد في العيون.